صبر من صبر. السودانية. واحدة واحدة. زي ما انت شايفة انه ما في احلى من السودانية، الاجنبية برضه شايفة انه ما في احلى من الاجنبية. طيب خلاص ما يعني خلاص ما احنا ما انت مشكلة، كل زول ما ماله. ايوه اي زول طيب شايف سؤال. مقتنع بنفسه. اي طيب زول شايف سؤال. ناس بلده ما في احسن منه. انا عارف انا طيب عارف طيب سؤال. طيب سؤال، انتوا ليه ما كنتوا شايفين روحكم اسمى حاجة في الدنيا واخر حبة في الكون؟ بتنفعلوا بتزعلوا ليه؟ ما هتنفعلوا ولا تزعلوا. لا لا والله ما منفعلين، في زول بالعكس شايف، احنا في بنتكلم زول معاك شايف مروجين شديد. بالعكس احنا اول قاعدين ناخذ حاجة، راي معاك. ما حكمت السودانية. انت اول شايف نفسك حاجة. ما حكمت يعني؟ طيب في واحد، في زول شايف انه الاجنبيه اول حاجه قوام، جمال، لون، شعر، شعر اشقر، عيونها ملونه، قوام فرنسي، ستايل، نظيفه لطيفه ظريفه وما يا مكلفه في اخوي الزواج. اسمعني، الصينيين ها الصينيين انت الصينيين بيجوا يعرفوا لهم دميات، بيجوا يسووا لهم دميات على قضيتك، بيقعد على عيون الخضر دقيقه بس، وبيقعد على دقيقه لا عليك الله بالله من دقيقة. حاسس ناس دقيقه دول بس البلد دي بتعجبهم الحاجات السودانية، طيب بتعجبهم اكمل الأكلات كلامي، السودانية، اكمل الخمرة، كلامي. الحاجات أي زول والله هنا ديل بيدور والله ديل الناس برا حقنك، بس ما انت بيدوروا الناس برا الحاجات حقنك يا اللي أيمن، بيحبوها يا عزيز. والله يا أيمن أنا عايشة في الإمارات، طيب والإمارات لحم راس. والله العظيم زبايني كلهم أجانب في البخور والدلكة والعطور السودانية يا اخي ما بس دقيقه عليك ورب الله، العزة. انت وما بعرف تجيك واحدة بنت تقول لك بس ريحة النحاس دي أنا دايرها تروح مني. سبحان الله يعني. يلا ديل الناس اللي بيجوك بيعملوها انت. للنسوان طيب يلا حاجات اقول لك السودانية. حاجه. بالمناسبة طيب في حاجات انا كثيرة النسوان السودانيات دقيقه، بيعملوها والناس بنا ما بيقدروا يعملوها. طيب دقيقه آي بس، لا لا ما تغارنا، نحن في حتة تانية، نحن برانا، دقيقه نحن بس، حبة واحدة دقيقه زي ما أنت قلتها. يا اخي، دقيقه عليك الله، دقيقه عليك الله. في مستحضرات تاني بتاعت تجميل وعطور وحاجات انتوا ذات كلها سمعتوها ما وشفتوها. ما أحلى من الناس دي قاعد الحاجات السودانيات، الناس دي ما قاعد أحلى من تستخدمها السودانيات، ما أحلى من وريحتها الحاجات احلى من السودانية. السودانيه ما الناس دي كلها وريحتها قاعدين تراجع افضل من على نفسهم. السودانيه. شوف الأجنبيات ده ريحة النحاس نحاس نحاس نحاس. يا اخي ديل اللي بيجوكم انتوا كلهم هو ما في كلهم. صنف تاني غير ده، كل واحد اي صنف لا لا تاني. ما اسمع واحد، يا لا لا بناتي، ما اسمع يا واحد، بناتي، ايمن بشرك ما دخل واحد. يمشي، ايمن دخل يمشي محل البهارات، قلت له السمك داير بهارات. والله محل البهارات. احلى من السمك بهارات فيه، ثقيلة ده. احلى من السمك. مع ده مرتك معناته انت ما سوداني. ايمن طيب سؤال. نون اسمع يا ايمن، نون قالت لنا ده يكون دعامي. يا دعام يا اخي اشتغل. طيب طيب اسمعوا الكلام ده، انتوا اسمعوا الكلام ده. اول حاجه طول وقوام وجسم وسماحه ولون وجواز، وبعد ده ما مكلفه نهائيا خاتم. بعد ده ترضى به. ما الرخيص برخصته بيضوقك مغصته، والغالي يلا تعال بغلاته شوف، بيضوقك حالاته. يلا تعال شوف. يا اخوي نحن دمنا ديل يقول لك حار. يا اخي عليك الله، حار انا دار اشربه، حار انا دار اشربه، ما له مال حروريته. ما القصه انه مثلا دم انت تشربه، لا نحن المرة السودانيه دي دم حار ما زي يا اخوي بس ما تخلينا نخش في الغريق واصل. طيب هسه عين التعليقات التحت، انا ما اوريك الفرق. عين التعليقات التحت بتهاجمني انا ايوه والله يا نسوان يا بنات. اسمعي، بيهاجموني انا في روحي، انا ما هاجمتهم الناس دي. انا قلت لهم يا اخواننا في خيارات ثانيه. الشيء اللي 10 نسوان الليله بس يا جماعه انا اقول لك كلام اسي في ناس طلعوا برا، شافوا نوع جديد، شافوا شكل جديد، شافوا قصة مختلفة تماما عن جعفر اللي كانوا قاعدين يقابلوه طول حياتهم. انت يا ايمن اقول لك كمان يا اخوانا، انتوا ما تخلوا. اتفضل يا ملاك، اتفضل يا ملاك. دقيقة برضه يعني يا جماعة وبعد ده مرغوب يا جماعة عينوا يا جماعة عشان الحوار يكون حلو، كل زول ينتظر فرصته. معلش يا جماعة، عامل ميوت يا ام جنات، عامل ميوت يا حبيبتي. اتفضلي يا ملاك. يا أيمن هسه أنا واحدة من الناس ما قاعدة أهاجمك أنت لشخصك، لا ما عندي معك ناس ما بعرفك يعني، لكن أنا بهاجم في الكلام اللي أنت بتقول فيه.
انت كلامك ما موزون يا ايمن. انت نسوان بلدك مهما كانوا هم شنو، ديل نسوان بلدك، انت مفروض اساسا كلام زي ده ما يطلع منك يا اخي. عيب عليك، عيب والله عيب انك تقول كلام زي ده اصلا على اهلك، على ناس يعني خلينا من اهلك، يعني اهل بلدك يا اخي. انت معقوله؟ يعني مفروض اصلا ما ترضى فيهم. هو زول لو قال كلام زي ده غريب انت مفروض ترد له، نحن نقعد نرد لك. انت بتقول لي انت ابجيجه. انا ما قلت لك، انا والله ما قلت كلمه زي دي. انت ملخبط تقريبا بيني وبين الفوض. انا ما قلت لك كلمه زي دي. انا ما قلت كلمه زي دي. بتسموا الراجل ابجيجه. انا والله نحن ممكن نقول لك ابجيجه، بترضوا في البلد كله. ممكن نحن نقول لك ابجيجه. اسمع دقيقه يا ايمن، عيب عليكم تقولوا في ممكن نحن نقول لك عين. نحن قلنا عين قلنا لك ابجيجه، لكن ما فضلناك على الجزيه ثانيه. بس افهم الحته دي. لانه يعني ما فضلناك. انت اسمع معلش بس اسمع. ندى بتقول في شنو؟ اسمع. هاي انتوا الله الجنسيات الثانيه غايتوا يعني مشكلتهم. اوكي تمام، انت شايف انه الجنسيات الثانيه المهم يعني تتزوج لكن ما تهاجم نسوان يعني اوكي تمام، انا عاجباني. انا ما هاجمتك ثانيه بس يا ايمن ممكن اكمل كلامي؟ ممكن؟ طيب انا بس عشان نتفق على انا ما هاجمتك. انت ما بتهاجمني انا شخصيا، انت بتهاجمني انا شخصيا، انت بتهاجم في النسوان كلهم يا استاذ ايمن. كنساء انا قلت لك في خيارات ثانيه احسن. خيارات احسن؟ هاي الناس في ناس شايفه انه في خيارات ثانيه احسن وارخص واوفر. ارخص؟ هاي يعني ما مكلفه يعني ماديا ما مكلفه. شوف يعني المرة ذات اخر الزمن بقت عبارة عن سلعة. مشكلته في الصرف يا استاذة ندى، مشكلته في الصرف الزول ده داير يقلل الصرف بتاعه عشان يقدر، لكن انه المرة السودانية ما هي زول بيقدر ليها ولا هي زول بيرضيها ولا هي زول الغالبة. ما قلنا لك يا ملاك، الغالبة غلاته. ايوه كلام حالاته. والرخيص بيرخصه بيضوقك مغصته. وريه. والله انت هنا لما تعرض سودانية دقيقة يا ايمن، دايما ايمن انت اسمعني. انت لما تعرض سودانية بتكون انت صاحب الكلمة، وانت قراراتك وكلامك وقوانينك بتمشي عليها، لكن برا قوانينك دي ما بتمشي. قوانين المرة البرة بتمشي عليك انت. من اللي قال لك؟ ايوه انت جربتي عرستي سمعت لك بزول متزوج اجنبيه قوانينها بتمشي. انا ما جربت عرست اجنبي. طيب سمعت لك بزول عرس اجنبيه قوانينها قاعد تمشي عليه. وقسما بالله برا قسما لا غير كده يعني. حتى دول فيها قوانين صارمه. شفتي قاعدين يكتبوا والله اغلبيه اولادنا السودانيين ده مشوا عرسوا سودانيات برا. شو غصب لا بتقول لي ندى عرسوا دقيقه ايمن، عرسوا غير السودانيات برا قسما بالله نجضوهم نجاط في الدنيا دي. وغير كده رجعوا السودان من غير اولادهم مدوهن الحق يشيلون. طيب عيني الناس اللي هسه بيكتبوا تحت احلى من حقين بلدنا ديل، قول لهم في واحده خواجيه دايره تعرسك بتديك جواز، ثاني يوم حتلقى عرسها. خلاص طالع بهدف الجواز ده بيمشي بيعرس من اجل الجواز، لكن ما كلهم. انتوا عندكم اهداف ثانيه غير انها مره انت جايبه معاك. انت ما بتجيب المره دي عشان هدف مادي. ما شفت لي انا راجل عموما بيجيب له مره عشان هي ارخص ولا عشان هي اغلى. دي انا ما سمعت بها اصلا. دي دوم انا سمعت بها عندك ارخص واغلى. ارخص دي يعني شنو؟ يعني ما مكلفه في الزواج. لو سمحت اكمل كلامي بعد كده انت اتكلم. انا ما بحب زول يقاطعني، ما تقاطعني. انا ما بوريك، انا بوضح لك الكلام. ما تقولي كلامي غلط. ما تقاطعني معلش. انا قلته غلط ما تقولي. لا ما هو غلط لانه ما في حاجه اسمها ارخص واغلى. ارخص يعني ما مكلفه في الزواج. اول حاجه الاخلاق الادب الاحترام الحاجات دي كلها بتشتري بالقروش. لو بتشتري بالقروش الناس دي كلها بتشتري، لكن ما في حاجه بتشتري بالقروش. اخلاق السودانيه دي ما بتلقاها. ما تقارن لي المرة السودانية بأي مرة نهائي. ما في عليك الله عليك الله قوم لف ساي والله العظيم. يا دوب يا ملاك ملوكة ما بيلقوا للجنس العيال. ندي فرصة يا عيوني، ندي فرصة لسلطانة. تفضل يا سلطانة. هاي اديها فرصة. يا ايمن والله انا الحاجة اللي فهمتها من كلامك انه انت بس عايز تخلي الناس دمها يفور وعايز الناس تتكلم وكده، لكن من يعني الحاجة اللي انا فهمتها عنك انت من جواك ما حتشوف ولا حتلقى غير السوداني. ولو عينت يمين ولو عينت شمال لو لقيت 100,000 أجنبية قدامك حتتزوج السودانية وحترجع للسودانية.
دي الحاجة الآن فهمتك. أنت حابب بس تخلي الناس يعني يتكلموا ويطلقوا وكده، حابب إنك شوية يعني ما عايز إنه أنا ما عاد. والله يا أيمن أنا الحمد أنا قارية علم نفس. أنا قارية علم نفس. يدخل النار ما في زول عارف نفسه بيدخل النار من هو اللي بيدخل الجنة منه. والله يلا ده انا الحاجه اللي فهمتها من الحوار بتاعك او النقاش بتاعك، فهمت انه انت كده يعني حابب انك بس تخلي الناس نرفز شويه وتتكلم بزياده، لكن انت اصلا ما حتشوف غير السوداني. والله ان شاء الله تلقى الحاجه اللي انت عايز، ان شاء الله تلقاها، ان شاء الله تلقاها يا رب العالمين. لكن ما ابشرك ما حتلقى احسن من السوداني، ابشرك ما حتلقى احسن من السوداني، ما حتلقى والله جاده معك. والله لو لقيت جمالا شكلا كل شيء، لكن ما حتلقى اخلاق، ما حتلقى احترام، ما حتلقى ادب، ما حتلقى الحاجات والغيره طيب اللي يا قاعده على سلطانة. السودانيه ما حتلقاها في وحده ثانيه. طب يا سلطان ده اسالك سؤال. ايوه انت تفضل. على اي اساس بتحكمي انه ما حتلقى نفس الاخلاق، ما حتلقى نفس على اي ما اساس؟ حتلقى على ليه؟ ياتو لأنه اساس؟ الإنسان نحن كلنا عموما كلنا كسودانيين اتربينا في بيئة معينة، اتربينا وسط ناس معين، يعني الأهل، الطيبة، الحنية، الحاجات اللي احنا تربينا عليها ما بتلقاها في الوسط اللي انت ماشي له. صفاء طيب. أم عيسى هات عليك الله. طيب يا سلطانة، طيب يا سلطانة، انت از سايكولوجيست ايوه تحكمي على المجتمعات ما لم تعيشي في المجتمعات دي، الموضوع ده غلط. صح ولا ما صح؟ الموضوع ما حكم، الموضوع دقيقة. ما حكم، الموضوع لا. ما حكم يا أيمن. أنا بتكلم ما تحكمي على مجتمعات، ما تحكمي على مجتمعات انت ما عشتي فيها. أنا حاليا عايشة في مجتمع. دقيقة يا سلطانة عيني يا بلوط، انت قبيل اللي قلت انا بقدر اعيش بدون مرة، جاي حاسه اقول قلت انت مشكلتكم مش رومانسيات، نعمل شنو؟ طيب نعزف لك كمانجا يعني؟ نعزف لك كمانجا؟ ها؟ اذا كان انت الرومانسيه دي انا ما لقيتها معاك. انت رب البيت وانت الراجل ذاتك، انت ما تعاملت معي بالاسلوب ده بتاع الرومانسيه واللي ده ان انا اكون معاك كيف مثلا يعني؟ يا جماعه جهزوا لكم كمانجات، كل واحد بالمناسبه منتظر الراجل بالكمانجه في الباب. واصل يا اسي انا ده من السودانيه بتستقبل الراجله بورده في الباب مثلا يعني. انتوا قاعد تشيلوا ورد، الورد ما بتجيبوا المره للراجل. داخل البيت تشم ريحه البصل وريحه الثوم وريحه البتاع عليكم. البصل ده عشان تملى كرشك دي انت يملاك حر كويس. الورد ده المره هي بتجيبه للراجل والراجل بيجيبه للمره. ما دافع قروش انا ما املك كرشتي ليه ما املا؟ ما دافع. انا ذاتي الراجل اللي بودي له ورده ده عندي فيه راي. انا ذاتي راجل اديه ورده ده اكيد قاعده بالرومانسيه ذات. ما هو الرومانسية ما إلا تكون أجنبية عادي، ممكن في السودانية تلقى أي صفة دايرة، عرفتها؟ فأنت ما تنكر، لأنه السودانيات دي البنات بلدك بعدين يا أيمن. أنا ما معترض يا أخواننا على بنات بلدي، أنا قلت في خيارات لكن ثانية. كلامك ده ما صح والله. أنا بشجع الشباب على البحث عن خيارات متعددة، وين المشكلة يعني؟ والله العظيم بس أنت ساي والله. اسمعوني يا جماعة، يا أخي اسمعوني اتخيلوا والله ذاتك ما أصيل، لو أصيل ما بتقول كلام زي ده. ما عليك حتى لو ما أصيل، أنت ما بتعرفي. أم جنات أنت ما تزعلي يا جماعة. أم جنات دقيقة يا أم جنات، أنا أصيل أكثر منك، أبشرك والله العظيم. عيني أيمن ده عينه حبايبي، خليكم باردين زيه كده دي. وبعدين شنو يعني في كلام كده دي أيمن ده ما تنفع له، مع هو داير يوصل الناس للمرحلة دي. يبدي كلامي أيمن مرته سودانية وأولاده سودانيين، هو اسمعيني أيمن ده طعيروب ساكت هندي خليني والله. أيمن ده بس خلوا لي بس أنا دي ندي الفرصة لهمس. اتفضل يا همس يا جماعة، وكده نطول بالنا كده وبالمنطق نغنع بس. اتفضل يا همس. ما عندهم أي منطق عليك، هذا منطق شو؟ أنا أيمن أنا شايفاك أنت من قبل قاعد بتتكلم
نقاشك كله بيجي ويرجع حوالين انه هي هتدفع، البرة بيدفعوا، يعني بس اهم حاجة انه المرأة تكون بتدفع، عشان نحن كسودانيات نساوي الاجنبيات لازم بس يعني نحن ندفع. ما نحن بنساعد، ما نحن بنجيب مع الراجل، ما نحن بنشد من ازره، ما هو لو وقع نحن بنشد بازره ونحن اللي بندفع، نحن اللي بنساعد، يعني بنصفق مع بعض، ما بنخليه يصفق براعه. فانت عايزنا تاني نعمل اكتر من كده شنو عشان نكون احنا احسن ناس؟ اما بالنسبه لريحه البصل اللي قلت تجي الواحد يجي داخل البيت تلقى ريحه البصل، كذب والله العظيم. ما في وحده حاليا في الفتره الراهنه دي، ما في وحده بتدخل بيتها بتلقى ريحه البصل. اول حاجه يا همس الليل، همس الليل، همس الليل،